يلا بينا بقى، عندنا غدوة حلوة النهاردة. اليوم كله كده متكتب، بس ان شاء الله ايه هنلحق نعمل غدا حلو. والعصر أذن متأخرين والنت بايظ وحالتنا حالة. يلا بينا. هنعمل بقى النهاردة كده ايه، فراخ محشية بالرز، بجد خطيرة حلوة قوي قوي، من الاكلات برضو اللي انا بحبها. عندي فرختين كده جبتهم، الفرخ حوالي كيلو 100 جرام، اتغسلوا واتنقعوا في ليمون وملح ودقيق وتظبطوا. نركنهم بقى كده بعد ما نشطفهم، نركنهم بقى على جنب. وتعالوا نعمل حشوة الرز. انا بعمل بقى حشوة رز خطيرة، استخدميها بقى في فراخ، في بط، في حمام، هتبقى رهيبة للناس اللي بتحب الحمام بالرز. ماشي ان شاء الله بقى مرة هبقى اعمل معاكم حمام بالرز وحمام بالفريك. عندنا بقى ايه، معلقة كده زبدة كبيرة او سمنة بلدي. زبدة طبعا معاها ايه زيت عشان ايه ما تتحرقش. خلاص، بصلاية بقى حلوة كده، ونخرطها كده سريعا على ايدينا. تحسوني كده ايه بخرط البصلايه وانا متعصبه، وانا كنت متعصبه والله. هو اليوم كان من اوله يعني جميل الحمد لله. يعني صحيت الصبح التليفون نايمه ما فيهوش اي حاجه، صحيت الصبح لقيته مكتوم، الناس بتتصل والتليفون بيرن وانا ما بردش على حد، لان السماعه مش شغاله، الصوت مش شغال، بينور بس. فده كان بسم الله الرحمن الرحيم كده بدايه اليوم. صحيت لقيت برضو النت قطع، يعني مش عارفة انزل بقى فيديوهاتي ولا اتابع فيديوهاتي ولا اعمل مونتاج. ايه ده، هو في ايه النهاردة؟ فصحيت بقى، نزلت ورحت شركة الوي عشان اشوف النت، واروح ابص اشوف التليفون بقى انا خايفة بقى خلاص، ما ممكن بقى يقطع بقى صوت وصورة وكله. طالما بدأ كده، كنت نايمة والراجل كان كويس، ما كانش فيه حاجة، مش عارفة ايه اللي حصل، ما علينا الحمد لله. هنا بقى بعد ما ايه خرطنا البصلاية ودبلت شوية، نزلت عليها بكوبايتين من الرز. خلاص، انتي حاولي كوبايه ونص تكفي الفرختين، بس انا مزوده عشان انا بحب الرز ده قوي كده. هنعمل له فرشه حلوه. هنحط بقى بهاراتنا، لومي، حطيت شويه قرفه، حطيت عندي 7 بهارات، حطيت بابريكا، فلفل اسود، ايه تاني، حبهان، حطيت جوز الطيب، شويه بهارات بقى كده، خلطه بهارات بتودي معانا شوية الرز دول في حتة تانية خالص بجد. وقلبي بقى، ممكن تكتفي بكده خلاص. انما التكاية بقى بتاعت دودو ايه، لازم دودو تديكي تكة كده، وسر حلو ان انتي تحمري الرز مع البهارات والبصلة. تفضلي بقى، كنت نسيت الفلفل الاسود فرجعت بقى حطيته. وقلبي بقى وحمري الرز، انا عايزه الرز ياخد لون، الرز يتحمر معايا. التكايه بقى دي لما الرز يتحمر مع البصلايه والبهارات اللي احنا حطيناها، شم الريحه، والله العظيم ريحته كانت قلبه البيت كله، ريحه وطعم وتست عالي جدا. خلاص، قلبي بقى كده، وافضلي كده قلبي كده. معلش ايدك هتوجعك شويه، بس تحمريه تحميره حلوه. شايفين اللون عامل ازاي؟ لا هو لون الرز الصياديه فانت تقولي ان هو قلب صياديه، لا، هنديله كده ايه، لون بني فاتح مع البهارات بتاعته، فظيعه. هسيبه شويه كمان. رجعنا سخنا الميه بتاعتنا، بصوا جماله، وهيطلع معاكي كده بقى مفلفل، وبصوا مفرفر كده، ولا هيعجن معاكي بقى في الفرخة ولا اي حاجة خالص. بنسويه تقريبا 70%. خلاص، يعني ايه، ما بتيجي تحطي المية بتاعتك، يعني يا دوب تبقي شايفاها، ما تغطيش الرز، اوعي المية بتاعتك تغطي الرز. خلاص كده سبته، طفيت عليه. تعالوا بقى نعمل برضو تكة تانية وحركة حلوة قوي قوي قوي، ان احنا ايه، نطعم كمان الفرخة. يعني الفرخة بس مش نحشيها بالرز، لا احنا عايزين نطعمها. تقدري برضو تعملي الخطوة دي في البط وانتي بتسلقي فراخ، برضو تسلقي فراخ عادي خالص، تقدري تعمليها
نعمل ايه؟ هتجيبي بصلايه هتبشريها، لازم المبشره يا تبشريها، انا عايزاها ناعمه خالص، يا تضربيها في الكبه تكون ناعمه خلاص، مش عايزاها مجروشه جرش خفيف، انا عايزاها ناعمه خالص. شويه ملح وفلفل اسود فقط لا غير، وافضلي بقى كده ايه افركي كده البصلايه مع الملح والفلفل الاسود كده. فسخي بقى الفرخه بتاعتك كده من الجلد من اللحم، واحشي بقى او تبليها بالبصلايه اللي احنا عملناها بقى دي كده بين الجلد واللحم. اهم حاجه تفسخي الفراخ بتاعتك الجلد من اللحم كده واحده واحده. طبعا انا عشان الفراخ دي كنت جايباها من الماركت مش جايباها من الفرارجي، ف يعني في حته مقطوعه، الدنيا مش مظبوطه، بس انتي طبعا لما تيجي تجيبيها من الفرارجي قولي له انا عايزه الفراخ دي للحشو، فهو ممكن يفسخها لك الجلد من اللحم خلاص، وهيكون واخد باله قوي، مش هيبقى كمان قاطع الحته اللي انتي تقدري تربطي فيها الرجلين ببعض. انا كل ده طبعا عشان هي من الماركت فكان كل ده ايه ملخبط لي الدنيا، بس عادي هنحلها ونظبطها، يعني لو عندك ما يهمكيش كل الحلول عندنا. هنجيب بقى كيس حراري، النهارده بقى مش هنسلقها، النهارده بقى ايه هحطها في كيس الحراري عشان كمان الفرخيه اللي هي الجلد بتاعها المقطوع، عشان هي برضه انا مش هعرف اربطها، فممكن بقى الرز يقع وبتاع، فهنعملها بقى في الكيس الحراري لاي نوع من انواع الطيور، شوفي بقى لاي حاجه. ونبتدي بقى نحشي الرز بتاعنا بعد ما سبته بقى كده ايه يبرد تحت الجلد بقى وجوه الفرخية. اهم حاجة ما تكبسيش الرز لا جوه الفرخة ولا اللي بين الجلد خلاص. لما تعمليها كده بعد ما تحشيها بططي كده بايدك فردي الرز عشان يبقى الرز ايه مش عامل بالونة، ما تعمليش بالونة فيتفرقع منك، لا احنا عايزينه ياخد راحته في السوا والرز من جوه يستوي، فما تكبسيش قوي في الحشوة الداخلية ولا اللي بين الجلد واللحم. طب انا هعمل ايه؟ قمت جايه بقى عامله لها شريط احمر كده عشان يبان عشان اشوفه بعد ما تستوي بالخيط كده بقى. الخيط ده طبعا خيط نضيف وانا غسلته تحت الحنفيه والدنيا تمام، ولو كان عندي خله سنان كنت ربطتها بيها بس ما عنديش، وكان ممكن اقفل برضو حته الجلده المقطوعه دي بخلة السنان، بس عادي انا عادي ما عنديش اي مشكله عادي. طبقتها كده على بعض وهي في الكيس الحراري ان شاء الله مش هيحصل لها حاجه وهتطلع جميله. ودي الفرخيه السليمه الجميله الحلوه حشيناها حلوه قوي وظبطناها. وطبعا لو عندك كبد وقوانص هتحمريها الاول مع البصلايه كده تحمرتين وبعدين تحطي الرز خلاص كده. حته زبده بقى كده ومشيتها كده فوق الوش بعد ما حطيتهم جوه الكيس الحراري. طبعا ايه حاولي كده ان ايه تبقي يعني ايه خدي حبه رز على قدك، ما تخليش الرز كله ايه يتزفر منك عشان تسوي اللي باقي خلاص. وحطيناهم بقى في الكيس الحراري، فضيت منه الهواء وجبت بقى الشريط بتاعه ولفيته، سخنت له كمان شويه ميه في الكتل، وهحط بقى الميه بتاعتي كده حوالي ايه ربع الصينيه. شغلنا الفرن على درجه حراره 200 في الرف اللي في النص، وهسيبها بقى ايه ساعه كده ساعه ونص لحد ما الفرخيه بتاعتي تستوي. بقيه الرز بقى رجعته تاني في الحله وحطيت له حوالي نص كوبايه من الميه وهوطي عليه النار خالص واسيبه يكمل سويه. بصوا بقى الرز لما استوى خطير، شويه الرز دول في حته تانية خالص. تعالوا نشوف الفراخ، انا كده كان عدى عليها حوالي ساعة. فتحت الكيس، طبعا انا جسيت الاول بالسكينة قبل ما افتح الكيسة ان هما استووا، فانا لقيتها استوت فقمت جايه فتحاها وحبيت اوريها لكم. بعد ما فتحتها دخلتها تاني الفرن وشغلتها الشوايه عشان تاخد بقى وش التحميره الحلوه. تعالوا بقى نشوف الفراخ بتاعتنا اللي انا عاملاها وانا متعصبه، تفتكروا هتطلع حلوه؟ اليوم كله متلخبط، المغرب مأذن واحنا لسه متغديناش ويوم جميل الصراحه ايه اليوم الحلو ده، الحمد لله على كل حال. المهم الاكل ايه
يطلع حلو يعني. اي حاجه تبقى حلوه في اليوم النهارده. الحمد لله. وشويه الرز هسهل. حطيت الرز بقى، لون عندي اهم من الفرخه نفسها. تحفه 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 ما شاء الله. ماشي. دي الفرخيه انا عايزه حاجه كده لوزه لوزه لوزه. بصوا ما شاء الله ما شاء الله. الفرخه طبعا ايه، بصوا مستويه اهي. بصوا طعمها تحفه ما شاء الله، جميله. والرز طبعا مستوي. بصوا الرز من جوه عامل ازاي، مفلفل وعسل ومستوي. اهم حاجه ما تكبسيهاش زي ما قلت لك. استنوا بقى ايه، نقطع التكتيفه اللي احنا مقطعينها لها دي. نكتفناها لها. يا ماما ليه خيطتيها يا ماما؟ بصوا انا عايزه ايه، انا بفتحها عشان اوريك الرز اللي جوه. بصوا مستوي اللهم بارك. زي ما قلت لك اهم حاجه ما تكبسيهاش عشان الرز ياخد راحته ويستوي وما تفرقعش منك. دي اهي شفتوا اللي كانت سليمه طلعت سليمه. دي اللي كانت مقطوعه احنا عارفين ان هي كده كده ايه الوش بتاعها تمام يعني بذمه الله مش مشكله. الله ريحه الرز فظيعه تحفه. طبعا ميسا هتدلنا على الفراخ صح صح صح. جربيها هتعجبك، حلوه قوي قوي قوي. الحمد لله على كده. الحمد لله ان اليوم عدى لحد كده. قدر الله ما شاء فعل. ربنا معانا بقى. ادعوا لنا كده ايه ان شاء الله التليفون يتصلح، اي حاجه تحصل جديده ان شاء الله. وبس كده. ده كان فيديو النهارده. يا رب فيديو النهارده يكون عجبكم، تكون فيديوهات قريبه لقلوبكم. انتظروني ان شاء الله على الف فيديو جديد حلو بيكم. باي باي. بحبكم قوي. باي باي.